السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى هعمل معاكم 3 أكلات مختلفة بنص كيلو لحمة مفرومة بس، واحنا لسه مستمرين في حملة التوفير. معايا حلة على النار، هحط فيها معلقة زيت ومعلقة سمنة أو زبدة كبيرة، اللي عندك استخدميه. أول ما تسخن هنزل على طول كده عليها بالبصلة. البصلة أنا منعمها شوية علشان أنا عايزاها ما تبقاش باينة. هعصج اللحمة وبعد كده على طول هضيف التوابل. التوابل عبارة عن فلفل اسود معلقة، وهتحطي البهارات السبعة، وهنحط ملح، وهنحط بقى رشة زعتر علشان خاطر بتخلي البيتزا بيبقى لها ريحة وطعم حلو قوي. هقلب بقى كده اللحمة مع التوابل بتاعتي، وبعد كده هكون محضرة معلقتين صلصة كبيرة حطاهم كده على حبة مية، وهنزل على اللحمة بعد ما اتأكدت ان هي لونها اتغير تماما. بعد كده معايا قرنين فلفل رومي وقرن فلفل حراق، طبعا الحراق ده اختياري. هقلبهم بقى كده مع بعض وهسيبهم يتسبكوا شويه. هيكون معايا بقى هنا، انا كان معايا لفه جلاش جايباها من عند مستلزمات الحلواني. قطعتها كده زي ما هي رول، قطعتها كده طرنشات، عملت معايا الشرايط دي. هفكك الشرايط دي كويس قوي كده من بعضها، وبعدين هدهن الصينيه باي ماده دهنيه، زيت سمنه، بس لازم ادهن الصينيه بكل الجوانب اللي فيها، بالجناب ومن تحت وكله. بعد كده هحط نص كميه الجلاش وهضغط عليها كويس قوي، علشان خاطر لازم تبقى مضغوطه كده عشان ما تبقاش هايشه زي ما انتوا شايفين كده. ولا بقى ولا هنرص في الصينيه، ولا نحط طبقه وطبقه، ولا الكلام ده خالص. بصراحه طريقه سهله جدا ووفرت في الوقت كمان. هضيف بقى هنا اللحمة كده، بس انا مش عايزة اللحمة توصل للجوانب عشان ما تتحرقش. وبعد كده هضيف جبنة موتزاريلا، عايزة تضيفي زيتون، جبنة رومي، فلفل، اي حاجة انت عايزة تحطيها، مشروم، اي حاجة، بس انا اكتفيت بالزيتون الاسود وجبنة الموتزاريلا. وبعد كده هكمل بقى بقية الجلاش الشرايط، هحطه بقى من فوق كده وهضغط عليه كويس، وهسويه في الصينية علشان تبقى كلها زي بعضها. هكون مشغلة الفرن على درجة حرارة 180 قبل ما ادخل صينية البيتزا او الجلاش الفرن. وهنحضر مع بعض دلوقتي الخليط اللي احنا هنسقي بيه الجلاش او البيتزا. هيكون معايا بيضة كده عليها رشة فلفل اسود، ومعايا معلقة قشطة. هضيفها على البيضة وهضربها كويس. بعد ما تتضرب معايا يكون معايا معلقة زبدة بدرجة حرارة المطبخ، وهضربها كويس بقى فيها قوي لحد ما تنعم معايا. وبعد كده هضيف لها كوباية لبن. طبعا الخليط ده هيخلي معايا البيتزا طرية، تبقى عاملة زي البيتزا الشرقي بالظبط. وطعمها بقى انا مش قادرة اقول لكم عليه، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. بعد كده هجيب الصينية بقى وهسقيها بالخليط الجميل بتاعي ده، وهقلبها كده شوية علشان خاطر ايه الخليط ده ينزل في الصينية كلها. لاحظوا ان الخليط نزل على طول كده علشان خاطر هي ما كانتش طبقات، هي التقطيعة بتاعت الشرايح دي او الشرايط خليتها مفرغة من جوه، فالخليط نزل لها على طول. وبعد كده هضيف لها كده من فوق الجبنة الموتزاريلا، وهحطها بقى في الفرن. اول ما احس انها تحمر من الجوانب على طول هطفي عليها الفرن، وهولع عليها الشواية من فوق. اول ما تحمر هطلعها على طول. هنا بقى كده باقي اللحمة المفرومة، حطيت عليه كده كام معلقة جبنة موتزاريلا، ومعايا هنا كده سمبوسة. هلف السمبوسة بتاعتي بباقي اللحمة ديت. يبقى انا كده عملت برضو اكلة تانية من الربع كيلو لحمة مفرومة. يعني ممكن تعملي اي حاجة من التلاتة لوحديها، مع طاسة بطاطس، مع حبة سلطة، وهتبقى وجبة مشبعة وجميلة. يعني مش لازم تعملي التلاتة مع بعض. انا قصدي اقولك ان احنا ممكن بنص كيلو لحمة مفرومة نعمل كذا حاجة، بس مش شرط ان احنا نعملهم مع بعض. دي كانت نظريتي، او دي اللي انا كنت بفكر فيه. بصوا هنا بقى انا عملت صينية سمبوسة حلوة ازاي، بسم الله ما شاء الله. تعالوا بقى نروح لربع كيلو اللحمة المفرومة التاني، واقول لكم هنعمل بيه ايه. انا هنا كده معايا نص كوباية برغل نقعها ساعتين ومصفيها كويس، ومعايا ربع كيلو لحمة مفرومة، وبصلاية بشراها،
ومصفية المية بتاعتها، ومعلقتين كده عودين بقدونس مقطعاهم صغير خالص، وحطيت ملح وفلفل اسود، وحطيت رشة جوز الطيب بس. وهخلط الخليط ده كده كله مع بعضه عشان يتجانس مع بعضه كده وتلاقيها مش مفككة من بعضها. بعد كده هضيف لها حوالي معلقة بيكنج باودر، دي بتخليها هشة وجميلة كده، وما بتخليش الكفتة مكتومة. بس هقلبها مع بعضها كده بقى قوي وهدعكها كويس، وبعد كده هصبعها بالطريقة دي. لو حسيتي ان هي ملزقة في ايدك او حاجة، ممكن لو عندك باقي مية بصل عادي تستخدميها وانتي بتصبعي، او تدهني ايدك زيت. بصوا برضو عملنا وجبة تانية من نص كيلو اللحمة المفرومة. وهنا كانت طلعت معايا بقى الصينية، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. عايزة اقول لكم طعمها كان روعة وكانت جميلة. ودي كانت اكلتي النهاردة. لو عجبكم الفيديو لايك وشير كتير واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.